بداية السنة الدراسية زمان كانت فرحة، شنطة جديدة، كشكول، قلم، والأهالي فرحانين بولادهم. دلوقتي بداية السنة بقت كابوس. أول ما المدرسة تقرب تلاقي الأهالي قاعدين يعدوا الفلوس زي اللي بيحسبوا مصاريف عملية قلب مفتوح. شنطة بكام؟ كتب بكام؟ يونيفورم بكام؟ ومصاريف المدرسة نفسها نار. الأب يقعد يقول أجيب منين، والأم عمالة تحوش من أكلها علشان العيال يدخلوا المدرسة، والطفل واقف مبسوط بالشنطة الجديدة وهو مش عارف إن ورا الضحكة دي دموع. الأغرب إن كل حاجة بقت تجارة، حتى التعليم اللي المفروض يفتح عقولنا بقى عبء على قلوبنا. تدفع دم قلبك علشان ابنك يتعلم، وفي الآخر تلاقيه بياخد درس ورا درس والدنيا كلها فلوس. والموضوع مش بس تعليم، الموضوع بقى كرامة. الأب والأم مش عايزين ولادهم يحسوا إنهم أقل من غيرهم، مش عايزين ابنهم يدخل الفصل ويحس إنه مختلف علشان ما معهوش حاجة جديدة زي أصحابه. بس الحقيقة إن العلم مش في الشنطة الغالية ولا في الزي الجديد، العلم في كلمة بتتزرع في عقل الطفل، في حب بيشوفه من أهله، في دعم يديه أمان. يمكن المصاريف بقت نار، ويمكن الأهالي بيتبهدلوا، لكن برغم كل ده مفيش أب وأم هيبطلوا يقاتلوا علشان ولادهم يتعلموا، لأن دي مش مجرد مصاريف، ده مستقبل. وفي الآخر اللي بيطلع من قلبك غالي ربنا بيعوضك بيه أغلى. سلام.